السلام عليكم. في الفيديو النهارده هتكلم معاك عن كليه معظم اللي بيدخلوها لانهم ما لقوهوش الكليه اللي كانوا عايزينها. المجموع بتاعهم ما وصلهمش للكليه اللي كانوا بيحلموا بيها، فاضطروا يدخلوا كليه اداب. وبسبب نظرة المجتمع للكلية دي او ان المجتمع بيبص لها كده على انها كلية هفق كده وسط الكليات، فالطالب بيبقى متعقد جدا ومش حابب يروح الكلية. عزيزي الطالب، انت فاهم غلط، مع احترامي ليك. ما تاخدش الحاجة كده زي ما بيقولوا، ما تحكمش على الكتاب من غلافه. لا، ادخل الكلية الاول وشوف الاقسام. الكلية فيها كمية اقسام وفيها كمية تعليم. لو حد مهتم فعلا بالدراسة هيلاقي اللي هو عاوزه، حتى لو ما كانش هدفه آداب خالص ولا كل القصة دي. ولكن الكلية برضو كلية جميلة جدا. كلية الآداب مش بتزعل حد، وحرفيا بتحتوي الطلبة كلهم. وده مش تقليل من الكلية يعني ان هي بتقبل اي حد، لا، ده عشان هي طيبة بس وفيها كل الاقسام. عايز تشتغل مدرس ولحقتش تربية، هتلاقي آداب فيها قسم تدريس، يعني اللغات بقى، عربي انجليزي فرنساوي، كل اللغات. كل اللي عليك بس بعد ما تخلص دراسة الآداب اللي هم ال4 سنين كلية، تاخد سنة كمان تربوي في كلية تربية زيك زي أي مدرس، وتقدر تشتغل في أي مدرسة، مفيش أي فرق بينكم. عاوز تبقى مرشد سياحي، ادخل قسم آثار. بعد كده خد دبلومة وهتقدر تشتغل في الإرشاد السياحي. مجموعك عالي، كلية آداب هتقولك اتفضل على المرتاح على انتظام. مجموعك قليل، كلية آداب هتقولك ادخل برجلك اليمين على انتساب. ايه الفرق بين انتظام وانتساب؟ مفيش أي فرق بينهم حرفيا غير في المصاريف بس. ده الفرق الوحيد ما بينهم، لكن نفس الدراسة، نفس كل حاجة طالب انتظام بيعملها هي طالب انتساب بيعملها. الفرق بس كله لو بتاع انتظام بيدفع 500 جنيه، بتاع انتساب هيدفع 1000 جنيه. وعلى فكرة في أول سنة لو جبت مجموع، وأنا واثق فيك جدا إن أنت يعني في أي مكان على وضعك وهتقدر تجيب مجموع، مش مجموع اللي هو مجموع يعني، لا، بس جبت تقدير مثلا، جبت جيد، جيد جدا، امتياز، هتتحول اوتوماتيك من انتساب لانتظام، والمصاريف هتقل، كله هيبقى زي الفل. الكلية ليها تنسيقين، في تنسيق داخلي وفي تنسيق خارجي. التنسيق الداخلي ده اللي هو تنسيق الأقسام، يعني مثلا لو انت جايب تنسيق الكلية من بره، اللي هو مثلا الكلية واخدة من 75% أو 80%، حلو. في كمان تنسيق داخلي اللي هو بتاع أقسام اللغات زي إنجليزي مثلا. الكلية ساعات بتطلب القسم ده يكون التنسيق بتاعه لو المادة من 60، اقل حاجه تكون جايبها 59 58. لو جبت اقل من كده وانت جايب 90%، هتقدر تخش اقسام كتير جدا، لكن مش هتقدر تخش القسم ده لانه بيكون له تنسيق داخلي زي ما قلت لك. زي برضو الفرنساوي نفس الكلام، هم طالبين التنسيق الداخلي اقل حاجه 38. لو جبت 37 مش هينفع تخش القسم ده. فده بس التنسيق الداخلي والتنسيق الخارجي. الكليه زي ما قلت لك موجود فيها اقسام كتير جدا: عربي، انجليزي، عبري، ايطالي، فرنساوي، صيني، يعني تقريبا كل اقسام اللغات هتلاقيها في كلية آداب. وطبعا زي ما انت عارف عزيزي الطالب ان اللغات مهمة جدا في الوقت الحالي، سواء هتشتغل في مصر او خارج مصر، لان مفيش تواصل مفيش بيع. يعني لو مفيش تواصل مفيش لغة، الناس هتتواصل ازاي؟ فاللغة مهمة جدا جدا. وطبعا زي ما انت عارف دلوقتي، انت راجل واعي وفاهم ان الصين غزت العالم بمنتجاتها حرفيا، فتخيل ان انت في قسم صيني وبتعرف كمان انجليزي، شغال على نفسك، ما انت راجل شغال على نفسك ومجتهد. شوف وضعك وقيمتك في سوق العمل وبرستيجك وكل ده هيبقى عامل ازاي. حرفيا الناس هي اللي هتبقى محتاجة لك، انت مش هتبقى محتاج لحد. طبعا اقسام اللغات كمان ممكن تخليك تشتغل في مجال السياحة، يعني انت مش هتبقى في اللغات بالذات مقتصر على شغل بعينه، لا، حاليا في الوقت الحالي كل الشغل في كل العالم بقى محتاج لغة، ده ألف ب في أي شغل. الجميل في الموضوع إن أنت في أي قسم لغات مش هتروح تتعلم ABC أو هتتعلم اللي هو مبادئ اللغة وبس أو اللغة، لا، أنت بتدرس حضارة. المهم القسم اللي هتدخله أيا كان هو إيه، اشتغل على نفسك كويس جدا فيه، عشان في النهاية كده تلاقي نفسك على وضعك وجنتل زي ما انت جنتل كده. ودول باختصار أقسام اللغات. من الأقسام المرغوبة جدا في كلية الآداب قسم مساحة. أيوة يا باشمهندس، قسم مساحة، وده قسم خاص في الكلية. قسم خاص يعني بتدفع له فلوس، بيبقى غالي شوية على حسب كل سنة بيبقى ليها سعر معين. يعني هتبقى في آداب والناس هتقول لك يا مهندس عادي جدا يا باشمهندس، وطبعا طول النهار تبقى لابس الخوذة، ما انت راجل مهندس فحقك يعني. هيطلع واحد دلوقتي يقول لي ايه ده يا عم، هو انت هتقارن آداب بهندسة؟ لا، المقارنة أصلا في حد ذاتها في القصة دي غلط. أنا مش بقارن آداب بهندسة ولا هندسة بآداب، كل كلية ليها دورها وليها مجالاتها. بس أنا عاوز أقولك على حاجة، بغض النظر عن آداب أو هندسة، أنت إذا دخلت أي مجال واشتغلت على نفسك فيه
هتبقى على وضعك فيه. كنت قرأت مرة أو كان حد قال لي مرة مفيش حاجة اسمها كلية قمة، لكن في حاجة اسمها طالب قمة اللي هو أنت. طالب القمة ده اللي بيبقى في أي مكان بيبقى ظاهر، بيبقى شغال على نفسه، بيبقى مجتهد، هو ده طالب القمة. لكن كلية القمة دي أنا ما سمعناش عنها غير في مصر، يقول لك ده كلية قمة. ده أصلا مبدأ غلط، مع كامل احترامنا لكل الكليات، ولكن كل كلية ليها دورها. كمان من الأقسام المرغوبة جدا في كلية آداب قسم علم نفس. قسم كده تقيل ومش أي حد يخشه، ولا أي حد يبقى فاهم قيمة القسم ده حرفيا. قسم علم نفس بعد ما تخلص دراسته تقدر تعمل دبلومة وتشتغل في مستشفى. أيوة تقدر تشتغل في مستشفى، ولكن هيكون اسمك معالج نفسي مش دكتور نفسي. المعالج النفسي ده حاجة والدكتور النفسي حاجة. الدكتور النفسي ده اللي ممكن يكتب العلاج اللي هي حاجات فيها كيمياء، أما حضرتك فهيكون دورك معالج نفسي اللي بتشتغل على النفسية. قسم نفس قسم علم نفس قسم جامد جدا وقسم تقيل، خصوصا لو الطالب اللي في علم نفس بيشتغل على نفسه وبيجيب مجموعات بقى خارجية وبيروح هنا وبيروح هنا وبياخد كورسات وبيصقل المعلومات في دماغه، وبيكون شاطر جدا في التعامل مع الناس لانه عنده العلم وعنده الادراك اللي يخليه يبقى قادر يفهم سلوكيات البشر اللي حواليه طول الوقت. طبعا مش عاوزين ننسى قسم اعلام. انا على المستوى الشخصي اعرف ناس دخلت قسم اعلام في كلية اداب وحاليا شغالين اعلاميين عادي جدا، ولكن كل الفكره زي ما قلت لك ان هم بس اشتغلوا على نفسهم واجتهدوا. ومن هم في الكليه كنت تلاقيهم واقفين كده ماسكين المايك وحاطين كاميرا وبتاع وبيتكلموا وبيعملوا لقاءات ثقافيه، مش عارف اسمها لقاءات ثقافيه ولا ايه، بس لو هم بيعملوا حاجه ليها علاقه بالقسم بتاعهم. وبالفعل انا شفتهم على التلفزيون، يعني حاجه ما شاء الله، حاجه جامده جدا. فاللي هو زي ما قلت لك اداب ما بتزعلش حد، بس في المقابل انت كمان تشتغل على نفسك. يعني والله زي ما بقول لك اعرف ناس كانت عايزه تدخل اعلام، كليه اعلام مجموعها عالي، ما لحقتش دخلت اداب قسم اعلام، اشتغلوا على نفسهم. حاليا بقول لك بيطلعوا في التلفزيون دلوقتي، احنا مش عارفين نتكلم معاهم. كمان في قسم تاريخ، وده قسم لا قسم مش هينفع نتكلم عليه كده في فيديو واحد. ده قسم عايز فيديوهات حرفيا. تقدر من خلال قسم تاريخ تشتغل مدرس تاريخ وجغرافيا، تقدر تشتغل في مجال السياحة، تقدر تشتغل في كذا حاجة من خلال قسم تاريخ. الجميل بقى في موضوع قسم تاريخ ان انت دراسة القديم فعلا او دراسة التاريخ بتخليك تتنبأ بالمستقبل وتبقى فاهم جدا، لان انت طول الوقت بيعدي عليك شخصيات قوية جدا، شخصيات ذكية جدا، مواقف. كل الحاجات دي بتأثر في شخصيتك كطالب وبتعلمك. من الجميل جدا بالنسبة ليا في قسم التاريخ غير ان انت بتدرس دراسة العالم ككل، بتبقى عارف بقى كل النشأة بتاعة الدول والتاريخ بشكل عام. لا في حاجة بقى بشكل خاص انا بحبها جدا، دراسة التاريخ الاسلامي، ان انت بتدرس قصة سيدنا محمد كاملة، الخلفاء الراشدين وغيره. يعني كل التاريخ الاسلامي كمان بتدرسه من البداية خالص. مش مبالغة، بس ما تخليش حد يعقدك في كلية اداب، لان كلية اداب من اجمل واشيك الكليات اللي موجودة على الساحة، ولكن بسبب نظرة المجتمع الكلية خدت صورة سيئة. كلية من حيث الشعر والعلم والثقافة، بتحس ان الكلية جامعة كده كل الحاجات، في ميكس خطير ما بين تاريخ، اعلام، لغات. كل الطلبة دول تخيل موجودين في مكان واحد، شوف الميكس بيبقى عامل ازاي، اختلاط ثقافات رائع. ما تهتمش بالناس اللي بتحاول تسوق لك صورة الكلية او تقول لك ايه ده بتاع اداب وده ما تهتمش بالناس اللي بتسوق لك صورة الكلية، لان فعلا الكلية دي فنون واداب زي ما بيقولوا، يعني كلية على وضعها جدا. وفي النهاية برضو عاوز اقول لك لو انت يا سيدي مش قادر تتقبل الكلية لان مجموعك ما لحقش الحاجة اللي انت كنت عاوزها، صدقني 90% مننا دلوقتي مش بيشتغل بالدراسة اللي درسها. حتى لو دخلت مثلا مجال هتلاقي الدراسة غير العمل خالص خالص خالص. فاستمتع بفترة الكلية بتاعتك. لو خلاص انت في آداب هيبقى عندك وقت كتير فاضي، ما تحاولش تضيعه، لا استخدم الوقت ده تشتغل على نفسك، تشوف شغل، تعمل اي حاجة. المهم ما تخليش يوم يعدي عليك من غير ما تكسب حاجة جديدة. اتمنى اكون في الفيديو ده قدرت الملك كده الموضوع بتاع كلية آداب في السريع. انا مرضتش اتعمق قوي عشان الفيديو ما ياخدش وقت اكبر من كده. سيب لي في الكومنتات لو في حاجة عاوز نتكلم عليها، عايز نتكلم عن الجامعة او اي حاجة بشكل عام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.